السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا جماعة شوفوا اللي أنا فيه. شايفين كمية الهدوم؟ ده في كمان هدوم على المكان ورا بقية الأنتريه، وأنا معرفتش أصور عشان الولاد كانوا قاعدين وكده. وده طبعا أنا بغسل على غسالة عادية جايبها لكم عشان تشوفوا، بس أنا مش بغسل على أوتوماتيك عشان بصراحة أنا بحب الغسالة دي، بحب أغسل وأعصر كده. كنت جايبة عيش سوري، فعملت لهم فراخ شيش، وعملت لهم سجق. بصراحة يعني ده اللي جه قدامي، قلت اول مرة اجرب السجق في العيش السوري، فقلت اجربه، بس طعمه كان حلو والله. فعملت لهم عيش سوري سندوتشات، وعملت وكنت بغسل وبروق. بصوا كل ده كله في وقت واحد. وشوفوا بقى، حبيت بقى يعني اروق عليهم بقى وكده، قلت اما اعمل لهم حاجة حلوة. طبعا دوت التومية، عملت برضو تومية في البيت. وطبعا يا جماعة من عن طريق الانترنت، اللي عايزة تعرف وصفة اكل تعملها بالظبط يعني. دوت صوص الباربيكيو، موجود عندنا، الولاد بيحبوه كده. فده ابني اللي كان بيحط، فبقول له انت بتعمل ايه يا ابني؟ ده بيتحط في الطبق على طول كده، مش هنزين يعني. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. شكرا لدعمكم ليا. ديت انا بوريكم السندوتشات، يعني طبعا احنا ما كلناش الكميه دي كلها، بس احنا عملناها. والباقي عادي بتشيليه في قلب الطبق بتاعه بكيس عادي وتدخليه الميكرويف. بصوا بقى صينيه البسبوسه الجامده جمدان ديت، عايزه اقول لكم ديت اللي بتفصلني بجد، طعمها كان خطير. جبت الوصفه برضو من على النت. بصراحه جامده جامده، وفيها تكات، حاجات كده، اضافات جديده انا ما دقتهاش قبل كده، او ما شفتش الشيف عملها قبل كده. لو حبيتوا الوصفه قولوا لي وانا هبعتها لكم. السلام عليكم ورحمه